الحماني: معاوية لم يدخل الإسلام، كان معاوية على غير ملة الإسلام. عن أبي شيخ أو عن أبي الشيخ، عن أبي شيخ، عن أبي شيخ، عن أبي الشيخ. أيضا في تهذيب الكمال قال أبو شيخ، هناك كان قال ابن صدقة، هنا قال أبو شيخ. عن دلويه: سمعت الحماني يقول: كان معاوية على غير ملة الإسلام، كان معاوية على غير ملة الإسلام، كما جاء عن أبي شيخ عن دلويه، كما جاء عن أبي الشيخ عن دلويه، كما جاء عن أبي شيخ عن دلويه. أي أن معاوية كان كافرا منافقا، لم يدخل الإسلام ولو للحظة واحدة. إن معاوية كان منافقا كافرا، إن معاوية كان كافرا منافقا، إن معاوية كان منافقا كافرا، لم يدخل الإسلام أبدا ولا لحظة واحدة ذاق طعم الإسلام، لم يدخل الإسلام أبدا، منافق، كافر أصلي وكافر استمراري وكافر أبدي وكافر عند الموت وكافر في الآخرة، يحشر على الكفر وعلى النفاق. والكلام بحسب فتوى الحماني، أي أن معاوية كان كافرا منافقا ولم يدخل الإسلام أبدا، ولهذا قال وأفتى الحماني بنفاق معاوية وعدم إسلامه. فماذا قال؟ قال كان، لم يقل مات، لم يقل مات، لم يقل مات معاوية، قال كان معاوية على غير ملة الإسلام. هذه بناء على أي رواية؟ بناء على أي نقل؟ بناء عن رواية أبي الشيخ للفتوى، بناء عن نقل أبي الشيخ للفتوى، كما جاء عن أبي الشيخ عن دلويه. إذن بمعنى أن معاوية كان كافرا منافقا ولم يدخل الإسلام أبدا، ولهذا قال وأفتى الحماني بنفاق معاوية وعدم إسلامه، كان معاوية على غير ملة الإسلام. نذهب إلى المصدر، نفس المصدر، نفس الرواية، نفس الفتوى. تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي، الجزء 31 صفحة 429، نفس الرواية. التفت جيدا، قبل قليل ماذا قرأنا في المبحث السابق؟ وقال ابن صدقة، وقال ابن صدقة عن دلويه: سمعت الحماني يقول مات معاوية على غير ملة الإسلام. الآن ماذا نقرأ؟ نقول قال أبو شيخ الأصبهاني، قال أبو شيخ عن دلويه. التفت جيدا. إذن قبل قليل ماذا قرأنا؟ قلنا قال ابن صدقة عن دلويه، سمعت، أي دلويه سمع، سمعت الحماني يقول مات معاوية على غير ملة الإسلام. الآن نقرأ قال أبو شيخ عن دلويه، يقول دلويه سمعت الحماني يقول. التفت جيدا، ماذا يقول؟ ننتقل إلى السطر الثاني. يقول وفي حديث أبي شيخ، وفي حديث أبي شيخ ماذا جاء فيه؟ كان معاوية وليس مات معاوية. التفت جيدا عندما تفكك العبارة، هذا فقه الروايات. اسمع الفقه وافهم الفقه دون أن تدخل الحوزة، تتعلم إن شاء الله من خلال المتابعة والانتباه والالتفات والمراجعة والتدقيق والتسجيل والتقييد والبحث من أجل التوسعة والمباحثة مع الآخرين والصعود بالإلزامات.
إن شاء الله تكون على التمام والكمال، من أفضل الحوزويين، حوزة التوحيد، وأفضل من حوزات القبورية وحوزات السلفية وحوزات الصوفية وحوزات السنة. لكن تحتاج إلى الإخلاص وإلى الهمة والجهد العالي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن هل قال دلويه هنا برواية أبي شيخ هل قال مات معاوية؟ لا، وإنما يقول دلويه سمعت الحماني يقول كان معاوية. لاحظ كتب هنا وفي حديث أبي شيخ كان معاوية، وليس مات معاوية، وإنما قال كان معاوية على غير ملة الإسلام. إذن ما هو الفرق؟ الفرق هنا بدل مات كان، ومن هنا نحن جعلناها فتوتين، فتوى مات معاوية وفتوى كان معاوية. فعندما نقول مات معاوية هناك نسأل نقول الله العالم هل كان منافقا كافرا أصليا ولم يدخل الإسلام من الأصل ولا للحظة واحدة، أو أنه كان مسلما وقد ارتد. أما على رواية أبي شيخ يكون الأرجح عندنا، يكون الظاهر والظاهر حجة بأن معاوية كان كل طول عمر معاوية كان على طول الزمن، على طول حياته، كل حياته كان كافرا، كان على غير ملة الإسلام، وليس فقط عند موته، وإنما كان كافرا منافقا من الأصل. هذا هو حال الصعلوك معاوية، الطليق معاوية لم يدخل الإسلام بحسب الحماني رحم الله الحماني على هذه الفتوى الصادقة إن شاء الله. اللهم اغفر له واغفر لكل من نطق بالصدق وأفتى بتكفير معاوية.